ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كتير ناس بتشتكي ان قشرة البانيه بتطلع منه لما بيجوا يقلوه، وكمان ريحة البصل لو اتعمل سندوتشات واتحط في علب واحنا في النادي وخصوصا في الصيف او على البحر بتطلع منه. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم ازاي هنعمل البانيه بطريقة سهلة خالص وملوش ريحة والقشرة ثابتة 100%. اعملوا لايك قبل ما نبدأ ويلا نبدأ في المقادير. اول حاجه بجيب بوله، بحط فيها 3 بيضات. المقادير دي انا هعملها لكيلو ونص من البانيه، ممكن تقللوا او تكتروا زي ما انتوا عايزين. معايا بقى بهارات اساسيه اللي هي ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره من البصل باودر ونص معلقه من الثوم الباودر، وبهارات مش اساسيه اللي هي البابريكا وبهارات الفراخ، وبحط كمان معلقه كده من البهارات بتاعه الفشار والبطاطس اللي بنجيبها من العطاره. دول ال3 حاجات دول اختياري، لو مش عندك عادي مش هيأثروا قوي في طعم الأكلة. باحط كمان معلقة من الدقيق وباحط ليمونة معصورة علشان تشيل أي زفارة من الفراخ، وباحط كوبايتين من الزبادي اللي هي الكوبايات الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. باقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعض لحد لما هيديني قوام زي قوام الكيك كده. طيب انا قلبت المكونات دي مع بعض ولقيتها تقيلة، ممكن تزودي شوية لبن لحد لما القوام يوصل معاكي زي ما انتي شايفة كده. شايفين القوام عامل ازاي؟ زي خليط الكيك كده. بعد كده طبعا انا غاسله البانيه كويس جدا بالملح والليمون ومصفياه تماما من الميه، ضروري يكون متصفي من الميه كويس. وبعد كده بقى هبدا اغلفه بالخلطه دي واراعي ان ما يكونش سايبه اي جزء من البانيه مش متغطي لحد لما بسم الله ما شاء الله بخلص الكميه كلها. اسيبها بقى منقوعة في الخليط ده، ممكن تسيبيها ساعة ساعتين، لكن انا ببيتها ليلة في التلاجة لاني ببقى عاملة كمية كبيرة فبحبها تشرب كويس من الخلطة. بالنسبة بقى للطبقة اللي بحطها من بره، بجيب كيس من البقسماط اللي هو نص كيلو، معاه نص كوباية من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا، وبحط كمان رشة من الملح. ده كده اساسي، الحاجات دي لازم تتحط في كل مرة. الاختياري بقى انا بحب ازود كده نص معلقة من المرقة الفورية، وكمان بحب ازود البهارات اللي بنحطها على البطاطس اللي كنا حاطينها في الخلطة، بتدي كده تست حلو للطبقة بتاعة البريدنج، الطبقة بتاعة البقسماط اللي من بره دي. بحط كده نص معلقة من اي انواع بقى عندكم مختلفة زي ما انتوا حابين، زودوا منها. وبعد كده قلبوا بقى الخلطة دي كده كلها مع بعض كويس. وبعد كده هنبدأ ننزل فيها البانيه ونتبله من بره. طيب انا حطيت النشا ليه؟ حطيت النشا عشان يديني كده سنة قرمشة للبانيه، ما يبقاش طري ومعجن كده وانا باكله. وكمان الدقيق مع البقسماط بيبقى ميكس حلو قوي وبيخلي البانيه لونه فاتح في القلي. هبدأ بقى كده اجيب البانيه واحدة واحدة وافضل اعملها، اديها كده طبقة من البقسماط من بره. اراعي بقى وانا بعمل البانيه ما اضغطش عليه من الطرف، الضغط يبقى من نص قطعة البانيه. طب ليه؟ علشان احنا لما بنضغط عليه من الطرف بيعمل طبقة كده من البانيه من بره وقشرة كده من البقسماط من بره، دي بتتحرق واحنا بنقلي. فنضغط كويس جدا الطبقة دي بس من النص. وانا مجهزة بقى اطباق كده الاطباق اللي هي البيضة دي ومعاها اكياس، بحط كده طبقة من البانيه وبعدين بينهم كيس وبعدين احط طبقة تانية. ده لو انتي بقى بتعملي كمية زي كده ما شاء الله يعني اللهم بارك، وعايزة تحطيها في الفريزر يبقى جاهز على القلي. ودي بصراحة بتبقى حاجة بتنجز معايا جدا. قسميها بقى زي ما انتي عايزة تقسميها اكلات، عايزة تقسميها بانيه شرايح رفيعة للسندوتشات، بانيه شرايح تخينة للوجبات الرئيسية، زي ما انتي حابة قسميه كده في اكياس. ودي بتبقى احلى حاجة محطوطة في الفريزر، بتسهل عليكي قوي الاكل. ولو نازلة رايحة النادي للولاد وهتاخدلهم مثلا سندوتشات معاكي، بتبقى حاجة سهلة ولذيذة كده وبتسهل علينا جدا. هبدأ بقى اقلي البانيه، يكون زيت سخن في الاول وبعد كده هنزل فيه البانيه اهدي عليه شوية، وبعد كده بقى تحمره لحد لما بتوصلي للدرجة اللي انتي حباها. تصفي طبعا من الزيت كويس، ولو في شبكة بتطلعي عليها افضل ما تطلعي على ورق او تطلعي في الطبق على طول، علشان
علشان نحافظ على طبقة البقسماط دي من غير ما تتقشر. طيب لو حابة ان انتي تحطيه، شايفين اللون حلو ازاي؟ لو حابينه افتح من كده مفيش مشكله، حابينه اغمق برضو مفيش مشكله، دي حاجه بقى انتوا بتتحكموا فيها. لو حابين تقلوه في الاير فراير بترشوا عليه زيت او بتدهنوه زيت من بره على البقسماط وبتحطوه في الاير فراير برضو بيطلع ممتاز. يعني الطريقه دي صدقوني لو جربتوها هتعجبكم جدا، خصوصا الناس اللي مش بتحب طعم البصل في الاكل، وكمان الناس اللي بتشتكي ان القشرة بتاعة البانيه بتطلع منها وبتتنفخ كده واحنا بنقليه. شايفين بقى القشرة ثابتة ولازقة فيه ازاي ما شاء الله، كأنهم حتة واحدة، يعني كأنهم قطعة واحدة. والطعم طبعا ما شاء الله خطير، برضو البهارات مناسبة ومش عالية قوي، حابين تزودوا بهارات اكتر من كده لو بتحبوها مفيش مشكلة. كده انا خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. نقول سلام.